بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا اهلاويه؟ معاكم الناس صلاح. يلا كده يا اهلاويه بقى، عايزين نوصل 1000 مشترك يا اهلاويه، دعمونا. اول حاجه طبعا هتكلم فيها الناس اللي هي بتتابعني في القناه 90% او 85% بيشوفوني وبيعملوا يعني متابعيني بس مش مشتركين، مش عارف ليه يعني. مش بعد اذنك يعني اشتركوا القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله احنا بنتكلم فيه. فياريت الناس تدعمنا شويه في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل أي فيديو هننزله إن شاء الله بإذن الله. تاني حاجة طبعا الأهلي عنده ماتش مهم جدا جدا يوم الأربعاء، عنده ماتش مع فاركو، وده ماتش آخر ماتش في الموسم في الدوري. الأهلي إن شاء الله يكسبه ياخد الدوري إن شاء الله بإذن الله، ونستنى بقى حكم المحكمة الدولية. لو بيراميدز اتغلب أو تعادل يبقى مصلحة، كده كده مش محتاجين بقى حكم محكمة دولية يخصموا 3 نقط لما زمان عاوزين، مش فارقة. إن شاء الله إن سيراميكا برضه بينافس على مركز الرابع عشان يلعب الكونفدرالية السنة الجاية، فكن سيراميكا ممكن يعني يبقى رخم في الماتش ده برضه، هو أصلا كده كده سيراميكا رخم عامة يعني. ف ولا هو مستني بس المصري يتغلب أو يتعادل في ماتش حرس الحدود. فلو سيراميكا كسب ومصر مثلا تعادل يبقى سيراميكا مركز الرابع على الكونفدرالية، فكده كده كده سيراميكا إن شاء الله يعمل ماتش قوي مع بيراميدز، وإن شاء الله يكسب أو يتعادل مع بيراميدز. ده حاجة تانية. كابتن عماد النحاس طبعا الحمد لله عنده لعيبة رجعت، عنده كريم فؤاد رجع، عنده يحيى عطا الله رجع، عنده كريم الدبيس رجع، فعنده ان شاء الله خيارات كتيرة جدا. باك الشمال بقى مكان كوكا شوية، ريح كوكا شوية، بس ما اعتقدش ان ممكن يديهم الماتش ده يعني. بس انا يا ريت يدي علي معلول الماتش ده، فاهم يعني؟ يا ريت يديله اول الشوط حتى يدي يعني، فاهم؟ يلعب معانا اول ماتش، اخر ماتش معلول لو مكمل معانا يبقى مصلحة، لو ما كملش يبقى اخر ماتش ليه مع النادي الاهلي، ويحتفل مع اللعيبة ان شاء الله في الدوري في الملعب. فان شاء الله هنشوف كابتن عماد النحاس هيعمل ايه. عنده اشرف داري برضه رجع، وعنده العش، وعنده ياسر ابراهيم، فاعتقد ده هيبدا باشرف داري ممكن على حساب ياسر ابراهيم يريحه شويه. من ياسر عامل صراحه اخر 3 ماتشات فظاع جدا، نجم كبير، نجم فعلا تحس ان هو بقى نجم كبير فعلا، بيعرف يخش ازاي وبيعرف يقطع الكوره ازاي من غير فاول من غير ضربه جزاء، بينقذ كور مع خط المرمى. ياسر لعيب كبير جدا جدا جدا، احنا محتاجينه ان شاء الله يريح شوية عشان نبدأ بقى مرحلة كأس العالم، ونبدأ بقى مع ريفيرا. ما بعد ماتش فاركو ريفيرا هيمسك، هيكون بقى ان شاء الله تريزيجيه جه، ومحمد علي برمضان جه، هو كده كده تريزيجيه موجود في مصر. ومحمد علي برمضان المفروض هيجي يوم الخميس الجاي، وان شاء الله زيزو بعد ماتش الزمالك وبيراميدز في النهائي يكون موجود. وحتى برضه ريفيرا كلم زيزو وكلم مع تريزيجيه عشان يطمن عليهم ويشوف هما وصلوا لفين في اللياقة البدنية والتدريبات والحاجات دي. طبعا احنا عارفين زيزو لو متمرنش مع اللعيبة، فبس هو زيزو بيعمل مع مدرب أحمال بدنية بيتمرن معاه. فإن شاء الله زيزو يكون جاهز إن شاء الله في كأس العالم للأندية، ويلعب أول ماتش معانا ضد باتشيكو إن شاء الله، يكون جاهز بقى لأول ماتش مع ميسي، ونشوف بقى الماتش الجامد. بس المشكلة مش كده، مواعيدها رخمة بصراحة يعني. الماتش الساعة 3 الفجر ولا 4 الفجر دي تبقى رخمة يعني، حتى مش يوم أجازة ولا تاني يوم أجازة ولا حاجة، لأ ده في شغل وفي بتاع. بس هنشوف ربنا يكرم ونشوف الماتش وقال يعمل حاجة إن شاء الله كويسة في كأس عالم الأندية. دي تاني حاجة اتكلمنا فيها. حاجة تانية برضه نتكلم فيها، إن الأهلي بيفوض لعيبة كتيرة جدا. الأهلي بيفوض عظيم مدافعين وعظيم باك شمال، محمد شكري لاعب الأهلي السابق اللي بيلعب في سيراميكا باين، متهيألي حاجة زي كده. الأهلي خلص معاه بس لسه مخلصش مع النادي، ومطلع تأشيرة أمريكا فلسه مخلصش مع النادي، فالأهلي بيحاول يخلص معاه. العش زد طلب حاجات كتير أوي، فلوس كتير أوي، فممكن العش ميكونش موجود معانا، بس يلعب معانا كأس عالم عشان هو العقد مكتوب فيه كده. لكن بعد كده مش عارف بقى الأهلي هيحاول يخلصه ولا لأ. ف العش فيه مشكلة شوية في التفاوض مع زد، فياريت يحلوا العش لعب كويس جدا جدا، مش وحش، ورامي مشي زي ما احنا عارفين. فالأهلي بيحاول يخلص العش، بس سيراميكا زد سوري مرخمة شوية فبيحاولوا معاهم. والأهلي بيحاول يجيب لاعب من فاركو مدافع، ويحاول يجيب سواء الراجل ريفيرا ده محتاج، اللي هو بتاع فاركو اللي هو مرعي، مش عارف اسمه حاجة مرعي كده. فهو ده بقول أول حاجة بالنسبة له. فالأهلي بيحاول يخلصوا مع فاركو قبل كأس العالم للأندية،
والأهلي برضه بيحاول يخلص لاعب وسط الملعب بتاع بتروجيت اللي اسمه حمدي حمدان، هو فلسطيني الجنسية، لاعب كويس جدا وأنا شفته الماتش اللي فات مع الزمالك. لا هو كويس، كورته كويسة، بيعرف يقف على الكورة كويس وعينيه حلوة، بيعرف يباصي كويس ومبيفكرش كتير في الكورة يعني. فالأهلي بيحاول يظبط الفريق قبل ريفيرا ما ينزل الملعب، قبل ما يمسك الفريق يدرب الفريق. وريفيرا بيحاول يخلص الجهاز بتاعه، هو متهيألي خلصه خلاص يعني، هو بس إن شاء الله في أول تمرينة كله جاهز بإذن الله. بس لسه مش عارفين بقى كابتن عماد النحاس هيكمل ولا لأ، بس ما أعتقدش كابتن عماد النحاس هيكمل، هو ده كان آخر ماتش الأهلي وفاركو. بالتوفيق للكابتن عماد النحاس، ممكن بقى يمسك المقاولين، هو بيحب المقاولين، ممكن يمسكهم الفترة اللي جاية لما يسيب الأهلي. آه في شعبات تانية جديدة. يعني مفيش غير ماتش الأهلي يوم الاثنين، يوم الأربعاء. طبعا في ناس كتيرة بتتكلم طبعا بقى إن بيراميدز تأجلوا الماتش، بيراميدز مش تأجلوا الماتش يا جماعة يعني. احنا السنة اللي فاتت، السنة اللي قبلها لعبنا 70 ماتش في أسبوعين يعني، فمرضوش يأجلوا برضه متوشة عشان خاطر يقولك الدوري ومش الدوري والكلام ده. فطبعا بيراميدز كلم الوزير عشان خاطر يكلم أستاذ أحمد دياب يأجلوا الماتش، لكن الأستاذ أحمد دياب قال للوزير ما ينفع، صعب جدا جدا جدا، أنت عندك من يوم 2 ليوم 10 أجندة دولية، فاللعيبة هتمشي وتروح منتخباتها. دي حاجة تانية، الأهلي عنه هيسافر يوم 4، فصعب جدا طبعا يأجل. هي مستحيل تتأجل يا جماعة، مش عشان خاطر بيراميدز ومش بيراميدز، هي فعلا مش صعبة تتأجل. انت أجلك ماتش الكاس خلاص، انت عاوز ايه تاني يعني؟ انت بالنسبة لك ماتش الكاس ده مشكلة، انت حاطه لي يوم 20 وانت عندك ماتش ب24، فاهم؟ خلاص انت أجلت ماتش الكاس يوم 5، فانت عاوز ايه تاني؟ الموضوع مش موضوع زيزو والكلام ده يعني، فاهم؟ احنا كده الأهلي مبيقفش على لاعب واحد، زيزو أساسا ما جاش الأهلي، فمش فارق معانا كتير يعني. فالدنيا مقلوبة، يقول لك ازاي ما يأجلش وازاي ما يعملش. طب ونفسي اعرف الزمالك بيدخل نفسه في المشكلة ليه يعني؟ انت الزمالك مالكش دعوة ولا بدي ولا بدي، تتكلم ليه في الموضوع ده؟ هو اي حد عايز يتكلم خلاص، واي حد عايز يقول اللي يقوله خلاص. يا جماعة نفكر بعقل شوية يا جماعة، كل واحد يخليه في يركز في فريقه، وانت ركز في فريقك، خليه يعمل حاجة السنة الجاية، فك الكيت بتاعه وهات له لعيبة وجدد عبد الله صعيب بدل ما يمشي منك، ركز في فريقك احسن ما تركز في الفرق التانية يعني. لكن اي حاجة فيها مشكلة الاهلي تلاقي الزمالك نطط فيها، فانت المشكلة مع بيراميدز، انت مالك انت ولا المشكلة دي؟ حول الله يا رب. انت اجلت الماتش من يوم 20 يوم 5 منك، كانت مصلحه ليك انت تلعب يوم 20 يعني. بيراميدز يبقى مركز، بيراميدز يبقى عنده في افريقيا وعنده دوري، فانت كنت ممكن تاخد الماتش ده بسهوله جدا 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 من بيراميدز. لكن انت لا، قلت لا، اتحالف مع بيراميدز ضد الاهلي عشان خاطر نخليه يوم 5 عشان زيزو مش زيزو والكلام اللي انت بتقوله ده. وطبعا يعني كلام كتير جدا بيتقال، وكلام احداث كتير جدا احنا مش نتكلم فيها بصراحه يعني. احنا خلينا فريقنا، احنا ماشيين كويس الحمد لله، عندنا ماتش مهم من الاربعاء الجاي ان شاء الله نخلصه وناخد الدوري. ولو بيراميدز اتغلب وتعادل تبقى مصلحة، لو مغلبش وتعادل نستنى بقى حكم المحكمة الرضية هتقول ايه. فاحنا هنعمل اللي علينا ان شاء الله ونكسب فاركو، وبعد كده نشوف بقى بيراميدز يعمل مع سيراميكا، فان شاء الله يتعادلوا او يتغلبوا مش فارقة ان شاء الله بإذن الله يعني. فده كان كل حاجة النهاردة، حبيت ادردش معاكم فيها، بس يا ريت الناس اللي بتتابعني تشترك في القناة وتفعل الجرس، عشان في ناس كتير جدا جدا متابعاني بس مش مشتركة. فيا ريت حضرتك تعمل اشتراك للقناة وتفعل الجرس وتدينا لايك يا أهلا بيك. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.